ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في ملخص الاسبوع الحقيقي لاهم اخبار الكريبتو والتداول. زي ما اتعودنا مفيش مبالغة، مفيش تهويل، ومفيش كلام فاضي، كله حقائق مؤكدة من مصادر رسمية زي رويترز، اس ام بي جلوبال، وكوين ديسك. الاسبوع ده تقيل جدا. عندنا هبوط عنيف للبيتكوين، خروج بالمليارات من صناديق الاي تي افس، اختراق ضخم لمنصة اب بيت بقيمة عشرات الملايين، دول بتشرع قوانين جديدة للكريبتو، وشركة إدارة أصول أوروبية كبيرة بتنسحب من سباق ال ETFs قبل أيام من دخول السوق الأمريكي. وكمان عندنا خبر مهم جدا بخصوص تقييم ال USDT أكبر ستيبل كوين في العالم بعد ما ال S&P Global نزلت تقييمه لأضعف درجة. نمشي واحدة واحدة ونركز على القصص المهمة اللي حصلت الأسبوع ده. يلا بينا. نوفمبر الصعب للبيتكوين بين الهبوط الكبير وخروج المؤسسات. نبدأ من أصل السوق نفسه، السعر. حسب رويترز بيتكوين نزل في منتصف نوفمبر لمستويات حوالي 80,500 دولار، وده كان أقل مستوى ليه من 7 شهور. ده مش تصحيح بسيط، ده هبوط قوي اتسبب في ضغط على السوق كله. نضيف كمان ان الاسبوعين اللي فاتوا اتشال من السوق اكتر من 1.2 تريليون دولار من القيمة الإجمالية للعملات الرقمية. ده كلام رويترز مش كلامي. طب ايه سبب الهبوط؟ الاي تي افس بتبيع زي المجانين. التقارير اللي بترصد تدفقات للصناديق قالت ان صناديق البيتكوين سبوت اي تي افس في امريكا خرج منها حوالي 3.7-3.8 مليار دولار خلال نوفمبر، وده يعتبر واحد من اكبر اشهر الخروج من ساعه ما الصناديق دي اتاسست. ده معناه ان المؤسسات الكبيره اللي السوق كله كان مستنيها بدات تقلل تعرضها للبيتكوين، وده خلق فاكيوم او فجوه في الطلب. طب هل كله بيهرب؟ الغريب لا، مش كله. حسب تقارير مختلفة بعد صناديق سولانا واكس ار بي الجديدة كان فيها تدفق فلوس داخلة انفلوس. ده بيوضح ان جزء من السوق مش بيمشي، ده بينتقل من بيتكوين وايثر لاصول تانية. يعني السوق لسه في ناس بتدور على مخاطرة محسوبة، بس مش على العمالقة الكبار. ارتداد في اخر اسبوع، اخر يومين في الاسبوع شفنا ارتداد كويس ورجع السعر فوق ال 90,000 ووصل حوالي 91-92. الارتداد ده جه بعد احداث عن احتمالية ان البنك الفيدرالي يفكر في تخفيض الفايدة، وبالتالي الأسواق كلها ارتاحت شوية. طب ليه ده يهمك؟ لو بتتداول ده وقت الخطأ فيه غالي. لو مستثمر طويل المدى خليك فاهم ان المؤسسات مش بتحط فلوسها دلوقتي. لو بتحب السكليبينج، التذبذب العالي في القمم والقاعان يعتبر فرصة. ولو بتفكر تشتري الدب احسب خطواتك، الاتجاه العام لسه ضعيف، خسائر بالملايين الدولارات واختراق ابديت، والاتهامات رايحة نحو كوريا الشمالية. ده يمكن أهم حدث أمني الأسبوع ده. أكبر منصة كريبتو في كوريا الجنوبية أببيت أعلنت يوم 27 نوفمبر عن اختراق لمحفظة سولانا اللي اتسحب حوالي 44.5 مليار وين كوري، يعني تقريبا 30-37 مليون دولار. ايه اللي حصل؟ تم اكتشاف عملية سحب غير مسرح بيها، وقفوا الإيداعات والسحوبات فورا، نقلوا كل الأصول المتبقية إلى كولد ستورج، وابتدوا إجراءات التجميد والتتبع. رويترز نقلت إن أببيت نفسها خسرت حوالي 4 مليون دولار من فلوس الشركة، لكنها عوضت كل العملاء بالكامل. وده يوضح إن المنصة قوية ماليا، لكن ده ما يمنعش ان الخطر موجود. طب مين المتهم؟ هنا بقت القصة أكبر. رويترز نقلت عن الجهات الكورية إن في اشتباه كبير جدا إن اللي ورا الهجوم هو مجموعة ليزرز، مجموعة اختراق تبع كوريا الشمالية، والمجموعة دي عندها تاريخ طويل في ضرب منصات الكريبتو. طب ليه ده مقلق؟ لأنك مش بتتعامل مع هاكر قاعد في البيت، أنت بتتعامل مع دولة ورا أجهزة من مخابرات ومليارات. الاختراق حصل بالظبط تقريبا بعد 6 سنين من أكبر اختراق سابق لأببيت في نوفمبر 2019. كأنها رسالة واضحة، لسه مستهدفين. رسالة للمستثمر اللي بيحتفظ بكميات كبيرة لازم يفكر جديا في السيلف كاستدي. المنصات مش أمان كامل مهما كانت كبيرة. السوق بيتأثر بالاختراقات دي لأنها بتخلي المستثمرين ينسحبوا من المنصات بشكل فوضوي. في نص الزحمة دي دولة مركزية غنية بالطاقة قررت تدخل الكريبتو رسميا. حسب رويترز تركمانستان أقرت قانون جديد بينظم التعدين والتداول وتشغيل المنصات. القانون هيدخل حيز التنفيذ من 1 يناير 2026. أهم ما في القانون الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، تنظيم إنشاء وتخزين وتداول العملات، تراخيص رسمية لشركات التعدين والمنصات، مراقبة حكومية كاملة للنشاط. طب ليه تركمانستان؟ لأن الطاقة هناك رخيصة جدا، خصوصا الغاز الطبيعي، وده بيجذب شركات التعدين الضخمة اللي بتدور على كهرباء سعرها مش ولا بد. الدولة كمان بتحاول تقلل اعتمادها على الغاز بس وتدخل في قطاعات الديجيتال. ليه ده مهم عالميا؟ ممكن يغير توزيع التعدين عالميا، ممكن يدخل مستثمرين جداد من الشرق الاوسط واسيا الوسطى. ده نموذج لدول بتبص للكريبتو كفرصه اقتصاديه مش خطر بديل. نروح بقى للاقتصاد الكبير. دوله من G20، الحكومه الاستراليه قدمت قانون اسمه ديجيتال اسيت فريم ورك بيل 2025. القانون ده حسب تحليلات وتقارير تنظيميه بيطلب ان
اي منصه كريبتو لازم يكون عندها AFS رخصه خدمات ماليه. المنصه تتعامل بنفس قواعد البنوك، شفافيه، امن، حمايه اموال العملاء، وقواعد واضحه للكاستدي والستيتمنت. اعفاءات بسيطه للشركات الصغيره في البدايه. ليه استراليا بتعمل كده؟ لانهم شايفين ان الكريبتو ممكن يضيف عشرات المليارات للاقتصاد لو اتنظم صح، وده كلام رسمي من الحكومه. ليه ده مهم للي بره استراليا؟ لانها سابقه مهمه جدا. لما دوله كبيره تنظم السوق بشده، الدول التانيه بتتبعها. ممكن يغير شكل التداول العالمي. منصات بدون ترخيص هتخرج من السوق. اللي هيبقى موجود المأساوي مش الفوضوي، ده ممكن يجيب مستثمرين كبار، لكن على حسب المنصات الصغيره. شركه كوين شير، واحده من اكبر مديري الاصول الرقميه في اوروبا، اعلنت سحب خططها لاطلاق الاكس ار بي ETF وسولانا ستيكينج ETF وليت كوين ETF، وده قبل ايام من دخولها السوق الامريكي عن طريق صفقه سباك بقيمه 1.2 مليار دولار. ليه انسحبوا؟ حسب تصريحات الشركه وتقارير رويترز، السوق الامريكي متشبع جدا، في قله لاعبين كبار واخدين معظم الحصه، المورجن قليل، والربح مش مضمون، المنافسه شرسه جدا. هم هيركزوا على ايه بدل كده؟ منتجات ذات هامش اعلى، صناديق اسهم مرتبطه بالكريبتو، منتجات مركبه ومداره بشكل نشط. ليه ده مهم؟ بيأكد ان السباق على ETFs مش مفتوح، بالعكس ده سوق صعب، مش كل شركة كبيرة عندها فرصة تنافس. ده هيوجه المستثمرين لمنتجات أكتر تعقيدا، مش مجرد صندوق بيتكوين. وإيه؟ S&P Global تنزل تقييم USDT لأضعف درجة. الستيبل كوين الأكبر في العالم USDT، واللي بيمثل العمود الفقري للسيولة في آسيا والأسواق الناشئة، اتعرض لضغطة كبيرة. حسب تقرير من S&P Global نشرته رويترز، تقييم استقرار USDT انخفض لأدنى مستوى ويك 5. السبب زيادة نسبة الأصول عالية المخاطر في الاحتياطي زي القروض والمقتنيات الذهبية والكريبتو. كمان في فجوات شفافية في الإفصاح عن الاحتياطات. S&P قالت إن العملة بتحافظ على ربط السعر في الظروف الطبيعية، لكن عند الضغط الموضوع مش مضمون. طب ليه ده مهم؟ USDT هو البنية الأساسية لغالبية التداول في السوق، أي شك فيه بيعمل بانيك. المؤسسات اللي بتستخدمه ككاش رقمي ممكن تقلل اعتمادها عليه، ده ممكن يقلل السيولة ويزود السليبنج ويعمل ضغط في التداول اليومي. ممكن نشوف تحول نحو بدائل زي USDC أو حتى حلول بنكية. رويترز قالت إن اللي حصل في الكريبتو مرتبط بشكل مباشر بهروب عام من المخاطرة في أسواق العالم. الأسهم نازلة، مؤشرات التكنولوجيا نزلت، في خوف إن البنك الفيدرالي يؤخر خفض الفايدة. بالتالي الكريبتو بيتصرف كسهم مخاطرة عالي مش ذهب رقمي. أي بانيك في السوق التقليدي بينتقل مباشر للكريبتو. طب ليه ده مهم؟ السوق مش بيتحرك لوحده، ده جزء من معادلة سياسية زائد اقتصادية. أي قرار من البنك الفيدرالي الفترة اللي جاية هيأثر على السوق فورا. السيولة المتبقية في السوق ضعيفة، فالتذبذب أعلى من الطبيعي. الأسبوع ده كان مليان أحداث، بعضها مخيف، بعضها مهم، وبعضها مفيد جدا لفهم اتجاه السوق. باختصار 2025 مر بواحد من أسوأ شهوره في البيتكوين. صناديق ETFs سحبت مليارات، وده ضغط السوق كله. الأبت اتعرضت لاختراق ضخم، والاتهام رايح لدولة كاملة. تركمانستان دخلت عالم الكريبتو بشكل رسمي ومنظم. استراليا بتأسس أكبر إطار تنظيمي دولة من دول G20. ETFs انسحبت من الكوين شيرز، وده بيغير شكل سوق المنتجات المالية. S&P Global ضربت تقييم USDT لضعيف جدا، وده ممكن يأثر على السيولة العالمية. والأسواق كلها ماشية على مزاج البنك الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي. اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل أخبار الكريبتو أول بأول.